طول عمرنا يا مؤمن نسمع عن البجاحة، أول مرة نشوفها ماشية على رجلين. يعني ده عبارة عن المادة الخام للبجاحة وماشية على رجلين. الباشا ولا فارق معاه بنته، ولا الفيديوهات اللي عاملاها، ولا اللي هي بتعمله في الفيديوهات، ولا فارق معاه أي حاجة. كل اللي فارق معاه احنا عاجبه اللي نزل الفيديوهات واللي نشر الفيديوهات. هو ايه؟ حضرتك معاك حقوق النشر حصري، بتاخد كوميشن بقى حلو، يعني بتقبضك حلو. انت اللي زيك ما يرفعش عينه في حد، لكن كل تصريحاتك اقذر من اللي بنتك بتعمله. فهنلوم على البنت ليه اذا كان ابوها بالشكل ده؟ هو انا ليك اسم كده بس ما ينفعش نقول، هنقول عليك مدير اعمالها. فكل الفرق معاك اللي نشر، وهنفخ لا هنزل الفيديو لبنتي. يعني طب اطلع اكدب علينا، قول لنا دي فيديوهات مفبركه، اطلع قول اي حاجه، لكن هتنفخوا وتقضي ازاي؟ رب بنتك يا اخويا وبعد كده اتكلم. ايه البجاحه اللي انت فيها دي؟ ايه ده؟ اللي زيك لو كده مش هيوري وشه للناس تاني، ده لو عنده دم. لكن انت ما عندكش دم ولا احساس، وطالع عمال كل يعني رب بنتك يا حاج، بنتك قليله الادب يا حاج، بنتك ما تربتش اصلا يا حاج. احترم نفسك شويه، احترم نفسك وقعدها في البيت، احكم عليها. كني يا اختي، كني اللي فضحتي الدنيا على الفضائيات.